يزور مغني الراي الجزائري الشاب خالد مصر في 23 من الشهر الجاري في إجازة مع صحبة من أصدقائه المقربين. وعلمنا من مصادر مقربة منه أنه سوف يتم تكريمه في مصر خلال الفترة المقبلة. ورفض المصدر الإفصاح عن الجهة التي سوف تكرمه إلا عقب وصوله مصر. وكان الشاب خالد قد انتهى مؤخرا من تصوير أغنية جديدة باللهجة الخليجية وهي وحدة بوحدة، والتي قام بتلحينها الملحن السعودي طلال باغر، وكما تم تصويرها في أماكن عدة في إسطنبول وفرنسا. وتتضمن الأغنية كلمات خليجية مع فرنسية، وقد مجز فيها ألحانا خليجية مع موسيقى الراي الجزائري. وقد تم تسجيل وتنفيذ الموسيقى في استديوهات العاصمة الفرنسية باريس. أغنية وحدة بوحدة ستكون واحدة من أغاني ألبوم الجديد الذي يعود به الشاب خالد بعد غياب 4 أعوام منذ آخر ألبوماته سيلافي عام 2012. وقال الشاب خالد: أنا سعيد جدا بهذه التجربة، وأشكر المهند الذي كان صلة الوصل والسبب في لم الشمل، علما أنني كنت أصرح دائما أنني أتطلع إلى التعاون الخليجي. وحين عرض علي يعقوب المشروع اتفقنا خلال 24 ساعة، ومنذ ذلك الوقت نحن على تواصل مستمر. وأضاف: الأغنية كلماتها فرنسية لتكون قريبة من جمهور المغرب العربي، ومن ألحان الموسيقي طلال الذي يحملني مسؤولية إيصال الأغنية الخليجية إلى العالمية لتفتح الباب أمام نجوم الخليج ليسلكوا الدرب ذاته. وسيستمع الجمهور لعمل مختلف فرنسي مطعم بالإنجليزية والعربية في توليفة ستفاجئ الجميع. وتوقع المخرج الكويتي يعقوب يوسف المهنا أن تصل الأغنية إلى العالمية، لا سيما أن الشاب خالد لديه حضور مهم في ساحات كثيرة، وهو لا يجامل ولا يغامر بتاريخه ولا يقبل إلا عملا يضاف إلى رصيده. وأكد أن الرؤية الإخراجية ستكون مختلفة، مضيفا: للمرة الأولى ستشاهد نجما عالميا يهبط من الفضاء إلى سماء باريس على برج إيفل، والتصوير سيكون بين فرنسا وتركيا، كاشفا أن اتفاق طلال مع الشاب خالد سيكون من ضمنه ذهاب جزء من ريع هذا العمل إلى الأطفال ضحايا الحروب والسرطان. الموسيقى لا تتقيد بالحدود، وهي تكسر أي حدود جغرافية، والموسيقى مفتوحة. وقال أيضا أن ما يقدمه تعدد الحدود العربية وأصبح في أوروبا، لذلك وإذا كانت الأغنية الخليجية تريد أن تتعدى الحدود العربية لتذهب إلى أوروبا، فيجب أن تتغير بالطريقة من حيث المفردة واللحن. ومن أشهر أغاني الشاب خالد أغنية ديدي التي بيعت في 48 بلدا، وأغنية عيشة التي ضربت وانتشرت في 70 دولة.
واحد